أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم سنتحدث عن القمة بين بروسيا دورتموند وريال مدريد، القمة المنتظرة يوم الغد إن شاء الله. نهائي منتظر بين عملاقين من عمالقة كرة القدم العالمية. لكن قبل ذلك المرجو الاشتراك في القناة. ريال مدريد يبدو أنه مضغوط أكثر من بروسيا دورتموند لأنه المرشح الأول، هذا أمر طبيعي، مرشح فوق العادة، وبالتالي كل الجماهير تسلط الضوء حوله، وهو مطالب للفوز أكثر من بروسيا دورتموند. حقيقة حتى بروسيا دورتموند في الحقيقة مطالب بالفوز بهذه الشامبيونز ليج، لكن هو يعلم بأنه يلعب ضد ملك هذه المسابقة، سلطان هذه المسابقة، وبالتالي ستكون الأمور صعبة بالنسبة لبروسيا دورتموند نفسيا كما قلت، ومعنويا الحظوظ وافرة بالنسبة لبروسيا دورتموند. لكن على المستوى الفني والمستوى التكتيكي فأعتقد بأن كارلو أنشيلوتي، بحنكة كارلو أنشيلوتي، الألقاب التي فاز بها كارلو أنشيلوتي، النهائيات التي لعبها كارلو أنشيلوتي، كلها تصب لصالح ريال مدريد. حتى ريال مدريد هم لديهم حافز آخر، وهو أنهم يريدون أن يهدوا هذا الكأس بالنسبة لتوني كروس وربما مودريتش الذي أشار هو الآخر على أن هذا هو الموسم الأخير. أيضا هنالك أمر آخر، وهنالك رباعي في ريال مدريد سيسعى لأن يكون أو سيسعون للفوز بالتشامبيونز ليج للمرة السادسة في تاريخهم، ونحن نتحدث عن كارفاخال وتوني كروس مودريتش وناتشو، وبالتالي سيكون رقم قياسي وتاريخي لم يسبق له مثيل من قبل. حتى كريستيانو رونالدو، قيمة كريستيانو رونالدو، فاز بخمس ألقاب لا غير. إذن هي قمة كبيرة وكبيرة جدا بين عملاقين أوروبيين. ريال مدريد أيضا يتفوق على الفرق الألمانية، لعب نهائيين ضد الفرق الألمانية، ضد أنتريخت فرانكفورت سنة 1960 وفاز عليه ب7 أهداف ل3 وتوج باللقب. وأيضا سنة 2002 ضد الفريق الألماني باير ليفركوزن وفاز عليه ب2 لهدف، وأنتم تعلمون الهدف السحري لزيدان، والهدف الذي يخلد في ذاكرة وعشاق ريال مدريد. إذا أيضا بروسيا دورتموند لديه حافز أن يفوز بهذه المسابقة، وأن يكون ويتأر لنهائي البايرن سنة 2013 حينما خسر النهائي ضد بايرن ميونخ في موسم استثنائي كان بقيادة المدرب يورغن كلوب آنذاك. وبالتالي الأمور ستكون معقدة على بروسيا دورتموند، ولكن إذا ما فاز بروسيا دورتموند باللقب فإنه سيكون أسطورة في ألمانيا. تخيلوا معي الموسم الخيالي الذي قدمه باير ليفركوزن بالفوز بالكأس والدوري والوصول إلى نهائي اليوروبا ليج، لكن هذه الأشياء كلها لا تضاهي الفوز بالتشامبيونز ليج، وبالتالي سيكون هو رقم واحد في ألمانيا إذا ما فاز بروسيا دورتموند باللقب. مباراة قمة في الإثارة، قمة في التشويق، ستكون فيها بعض التفاصيل البسيطة هي من ستؤثر على النهائي. حتى ريال مدريد لديه خبرة كبيرة في هذه المسابقة، 8 نهائيات، في آخر 8 نهائيات فاز بها كلها، وبالتالي من الصعب أن تفوز على ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج، المسابقة المفضلة بالنسبة له، المسابقة التي تعشق ريال مدريد، وريال مدريد يعشق هذه المسابقة. أيضا هنالك تفاصيل كثيرة سنخوض فيها بعد المباراة إن شاء الله. إلى ذلك الحين شكرا جزيلا لكم.